السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة هيلثي دايت. في هذا الفيديو الجزء السادس من وجبات يوم كامل من الصيام المتقطع لإنقاص الوزن وكذلك الناس اللي عندهم مشاكل صحية. غادي نشارك معكم جوج ديال الوجبات صحية غنية بالبروتين والدهون الصحية، صالحة لمرضى السكري، حساسية الجلوتين ولجميع أنواع الدايت الكيتو واللو كارب. ونبداو في اليوم ديالنا كيف العاده. كنحط لكم هذا الفيديو باش انكم ما تنسوش فاش تفيقوا تاخذوا واحد الكميه كافيه من الماء، عليها قطرات من حامض او خل التفاح هكا باش ننشطوا الجهاز الهضمي ديالنا ويكون مستعد للوجبات اللي جايه ان شاء الله. ونبداو في الوجبه الاولى. الوجبه الاولى ان شاء الله غادي تكون عباره على واحد الخبز بروتيني غني بالبروتين والدهون الصحيه بدون نشويات، بدون دقيق، بدون خميره كيماويه. كيجي زوين بزاف ومشبع وسهل التحضير وبالزربه كيوجد. هنايا خديت 3 ديال البيضات وغادي نضيف عليهم هذا الجبن ديال الخرفان. تقدروا تستعملوا اي جبن ديال الماعز، ديال الجبن العادي، الجبن الكريمي. انا غير عندي هذا ديال الخرفان، وهذا ديال الخرفان الا لقيتوه ولا ديال الماعز حتى هو صحي بزاف، يعني احسن من ديال من العادي. ضفت واحد الملعقه ديال قشور السيليوم. هنا قشور السيليوم اختياريه، انا غير بغيت نضيف الخبز ديالي باش يجيني غني بالالياف. الا ما عندكمش ما تستعملوش، تقدروا تضيفوا بذور بحال الزنجلان، زرعه الكتان، اولا الدقيق ديال دقيق جوز الهند ولا دقيق اللوز، هادشي اختياري. صافي هنايا طحنتو ودرتو في هذا المول، غادي ندخلوه الفران. ضفت ليه شويه ديال بذور الشيا من الفوق، تقدروا تضيفوا الزنجلان، بذور الكتان، ولا تخليوه بحال هكا كيف ما بغيتو. انا ضفت ليه هنايا شويه ديال بذور الشيا. وهاد الخبز كيجي زوين بزاف ومشبع مشبع مشبع، يعني تاخذوا طريف اولا جوج فهما كافيين في الوجبه ديالكم. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما جبدته من الفران. كيجي زوين بزاف، تقدروا تاكلوه بلا حتى شي حاجه. انا غادي نرافق معاه واحد المقيله ديال الشامبينيون والفلافل، كتجي زوينه بزاف وبنينه. هاد الوجبه لجميع انواع الدايت، الكيتو واللو كارب، الناس اللي باغيين يحيدوا الخبز، الناس اللي ما باغينش ياكلوا الكربوهيدرات. هادو وجبات صحيه تقدروا تاكلوهم. حتى الناس اللي باغي ياكلوا الخبز انكم تاكلوهم بالخبز العادي، يعني ما درتوش هاد الخبز انكم تاكلوا هاد المقيله بالخبز الاخر. كتجي بنينه وزوينه وصحيه. كنعرفوا الشامبينيون يعني غني بالمجموعه باء، الناس اللي عندهم نقص في المجموعه باء، الفيتامينات المجموعه باء كذلك كافي 2، وما فيهمش الكربوهيدرات بزاف. يعني هذه الوجبه صالحه انكم تاكلوها بالخبز. بالنسبه للناس اللي كياكلوا الخبز، هذه تاكلوها بالخبز حيت ما فيهاش نشويات، يعني غتكون عندنا غير هذيك النشويات اللي كاينه في الخبز صافي. هنايا خديت هذيك البصيله شحرتها، وغادا نضيف ليها هاد من بعد ما تشحرات ليا غنضيف لها انا هاد الفلافل. تقدروا تضيفوا اي خضره لغير النشويه، مثلا تقدروا تضيفوا المطيشه، تضيفوا البروكولي، الشيفلور، حتى هو كيجيو زوينين مع لي شامبينيون. وهنايا درت واحد 150 حتى 200 غرام ديال لي شامبينيون اللي نقيتهم، مسحتهم ونقيتهم. ضروري تحيدوا ليه هذيك القشره الفوقانيه، ما تغسلوش لي شامبينيون، غير مسحوهم وحيدوا ليهم هذيك القشره الفوقانيه صافي. وغادا نضيف لهم هنا شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثوم بودره. الا ما كانش عندكم الثوم بودره ضروري ديروا الثوم. ديروا الثوم الثومه طريه، حكوها شحروها مع البصله. انا عندي غير هاد البودره ضفتها صافي. وغادا نشحر هاد لي شامبينيون نخليهم حتى يتشحروا ليا مزيان. هاد المقيله كيجي زوينه، كيجي بحال انكم كتاكلوا الحوت اللي داك الجامبري. وصافي هنا غادا نخليتها من بعد ما تشحرات ليا، كتجي بنينه هاد المقيله. غادا نضيف ليها شويه ديال القزبر ومعدنوس. وإلا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. ولا عندكم شي سؤال خليوه ليا في التعاليق. وهنايا غادا ناخذ شويه من هاد المقيله، هذه ماشي ليا بوحدي، خيت بزاف، هنا جوج ديال الاشخاص. وخديتها مع دوك جوج طريفات ديال الخبز. راه كيجي بنين بزاف هذاك الخبز انكم تاكلوا به هذيك المقيله، كيجي زوين. انا هنا حليت داك الخبز، تقدروا ديروه بحال هكا على شكل بانيني اولا تغمسوا به، اختيار ليكم. المهم كتجي بنينه وبالزربه كتوجد. ودابا غادا ندوز للوجبه الثانيه اللي غادا تكون واحد الشوربه بالسمك، كتجي زوينه بزاف وصحيه ومشبعه كذلك. هنايا خديت واحد الملعقه ديال الزبده، زبده حيوانيه.
غادا نضيف ليها هنا البصل، واحد البصله مشلضه، بصله كبيره مشلضه، غادا نضيف ليها تقريبا 3 ديال الحبات ديال الجزر، وغادا نضيف واحد نصف حبه ديال البسباس ما تكثروش منه، يعني حبه صغيره ولا نصف حبه كبيره، وضفت واحد 2 حبات ديال الطماطم، وغادا نسمها انايا هنايا. غادا نضيف لها ورق الغار، وغادا نضيف الازيه. المهم ضروري ديروا الاعشاب المناسبه، على ما عندكمش تقدروا تستعملوا غير القزبره ومعدنوس. هاد الشوربه راه كتجي زوينه بزاف وكتجي مشبعه. وهنايا ضفت لها انا واحد شويه ديال الفلفل الحار حيت بغيتها تجيني حاره، وغادا نخلي هذيك الخضره تشحر بلا ما نضيف لها الماء، غادا نخليها تتشحر مزيان حتى تنزل ديك الخضره، ومن بعد عاد باش كنضيفوا الماء. هنا مازال ضفت واحد شويه ديال الزعتر، انا كيعجبني انني نستعمل الزعتر في الماكله. وصافي غادا نخليها حتى طيح ليا هذيك الخضره مزيان، وضفت لها هنا واحد شويه ديال صلصه الطماطم. بالنسبه لصلصه الطماطم من الاحسن الا كان عندكم معجون الطماطم ضيفوه، حيت كيعطي اللون كتر وكيعطي واحد الختوريه للشوربه. صافي هنا غادا نخلي هذيك الصلصه تنشف ليا واحد شويه، ومن بعد غادا نضيف ليها الماء. بالنسبه للماء انا ضفت هنا لتر ديال الماء، تقدروا من بعد فاش طيب وطحنوها انكم تقدروا تزيدوا الماء، الا جاتكم خاطره بزاف ضيفوا ليها الماء. انا جاتني خاطره ضفت هذه الكميه دابا لتر، ومن بعد في الاخر تاني ضفت الماء. هنا في هذه المقله خديت شويه ديال الزبده، وخديت ثاني شويه ديال لي شامبينيون، غادا نشحرهم حتى هما باش نضيفوهم للشوربه، كيجيو زوينين بزاف مع الحوت. غادي نضيفهم للشوربه، كيجيو زوينين بزاف، كيعطيو واحد المذاق زوين في الشوربه. حتى هو ضفت ليه غير شويه ديال الملح، وغادا نضيف ليه شويه ديال الابزار، وغادي نضيفوا ليه لا توابل لا حتى شي حاجه. راه بالزربه كيطيب لي شامبينيون، ما كياخذوش واحد الوقت طويل في الطياب، يعني بالزربه كيوجدوا. وصافي من بعد ما تشحروا ليا حيدتهم، وعاود خديت نفس المقله، خديت تاني شويه واحد الملعقه ديال الزبده، ودابا غادا نضيف ليها هاد 2 أو 3 الفصوصه ديال الثوم، يعني 2 فصوصه 3 ديال الفصوصه ديال الثوم صغار او 2 كبار. غادا نخلي هذيك الثومه حتى تشحر ليا مزيان، وعاد من بعد نضيف ليها السمك كتعطي هذا اللون. ودابا غادا نضيف هنايا 200 غرام ديال الجمبري اولا الكروفيت، سميتو الكروفيت. ومن بعد غادا نضيف الكالامار، وغير هو فاش تضيفوا هاد السمك يعني ضروري خليو النار عاليه حيت كيطلقوا لينا الماء، وهذاك الكالامار كيقصاح، يعني ما نخليوش في المقله بزاف، يعني 5 الماكسيموم 5 ديال الدقائق. وصافي هنا ضفت ثاني واحد 150 حتى 200 غرام ديال الكالامار، يعني 5 ديال الدقائق اولا 6 ديال الدقائق الماكسيموم على البطء على النار، وحيدوهم. ضفت هنا شويه ديال الملحه، حتى هما ما غاداش نضيف ليهم التوابل، غادا نضيف ليهم غير الابزار، ولا بغيتو ديروا الاعشاب المناسبه ديروهم بحال الزعتر ولا الازير ضيفوهم، اما التوابل ما غاداش نضيفوا التوابل. انا نسمتهم هنايا غير بالقزبر ومعدنوس. صافي وغادا نخليهم من بعد ما يطيبوا، غادا نضيفهم للشوربه ديالي. هنا راهم طابوا ونشفوا، بداو كينشفوا ليا من الماء. وهنا خديت هذيك الشوربه غادا نطحنها مزيان، طحنوها مزيان وصفيوها، ضروري تطحنوها وتصفيوها باش ميبقاوش عندنا هذوك الطروفه ديال الخضره، ضروري خص تبقى عندنا غير هذاك يعني عندنا غير هذاك السوكو ديال الخضره اللي كنا درنا. انا عندي هنا غير هاد الصفايه صغيره، الا كانت عندكم صفايه كبيره استعملوها من الاحسن، انا عندي غير هاد صغيره واخا عجبتني ماشي مشكل. غادا نصفيها هنا، انا غادا نضيف ليها الماء من بعد ما غنصفيها، غادا نضيف الماء غليان لحقاش لانها جاتني هي خاطره بزاف، وهي خصها تكون عندنا مطلوقه الشوربه، حيت مازال غنضيفوا السمك وغادي نضيفوا لي شامبينيون اللي كنا شحرنا. وهذا واش كندير من بعد ما صفيتها، غادا نضيف ليها السمك،
وسمحوا لي ما صورتش فاش حطيتها، ممكن كيسحب لي راسي صورت ولكن ما صورتوش. وكنضفت ليها شويه ديال الماء وكنجي على هذا الشكل، وبالصحه والراحه وبسلامه عليكم وتهلاو في صحيحتكم.